من كنت صغير اتذكر امي تقول لنا الماعون اللي اكلتوا بيه لازم تغسلوه، بس تصدقون ما حد كان يغسل الماعون من اخواني بس اني. فبما انه اني معلم تعال اشوفكم شنو راح اسوي. وبدلت حتى اروح للمدرسه حتى انقل الطلاب شيء انا تعلمته من انا وصغير، وعلى مر الزمان راح يتذكرون الاستاذ علي علمهم موضوع كلش حلو. وهسه يلا نبلش نطلع مواعيننا ونقعد ناكل. وبدأوا طلابي يطلعون أكلهم ومواعينهم حتى يبدون يأكلون ويعرفون كل شيء أكلوه بهذا الماعون هم وحدهم لازم ينظفوه. وأكو مثل عراقي يقول التعلم بالصغر كالنقش على الحجر. هسه لازم شو نسوي احنا؟ خلي العصير هنا. شو تقول نخلي عصير؟ أعلمكم ورا ما نكمل أكل شلون نغسل المواعين؟ وقلت لهم يلا انطلقوا اكلوا براحتكم، بس بعدين من نكمل الاكل لازم انتم بنفسكم راح تغسلون اللي سويتوه، مثل ما كانت والدتي الله يخليها تعلمني من انا وصغير. فشفت اعلمهم السلوك الحسن قبل ما اعلمهم اي شيء بالمدرسه، لان احنا شعارنا بالمدرسه هو التربيه والتعليم. بعد ما اكلوا وكملوا قلت لهم يلا نمشي خلنا نروح نغسل المواعين اللي انتم اكلتوا بيهن. ارفعيهن حتى تبللين. يلا المواعين لك؟ ايه زين. الماعون اللي اكلنا بيه شو نسوي بيه؟ نغسله. عافية يلا نغسله. احنا شو استفادينا من هاي الفعالية؟ الماعون اللي ناكل بيه شو نسوي لازم؟ عافية. عافية. فبقت اخر موزاية بالصف ما حد اكلها قلت انا اكلها. وهسه شو تعلمنا من درسنا؟ لازم نساعد اهلنا بالبيت ونغسل الماعون اللي ورانا. يلا باي باي.